باسم المبادرة النسوية لحرية القائد في حلب بيان إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية المعنية بالسلام والعدالة. نحن نساء حلب في إطار حملة نريد اللقاء القائد عبد الله أوجلان أردنا أن يكون لنا دورا ضمن هذه الحملة، وتجسد ذلك بكتابة رسائل من قبل نساء حلب بأعداد تصل إلى أكثر من 250 رسالة، إيمانا منهن بنداء السلام الذي أطلقه القائد في 27 شباط 2025، والذي دعا فيه إلى إنهاء الصراع المسلح وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على العدالة والمشاركة السياسية السلمية. هذا النداء لم يكن خطوة رمزية، بل مبادرة سياسية مسؤولة تهدف إلى إنهاء عقود من الصراع والدمار وفتح باب الحوار المبني على حقيقة تاريخية تؤكد التعايش المشترك لشعوب الشرق الأوسط. وتمسك القائد بهذا النداء من خلال نهجه الخاص واستراتيجيته التي أراد أن يجعل منها ركيزة أساسية لحل قضية المنطقة والدافع نحو المجتمع الديمقراطي. ومع ذلك ما زالت الحكومة التركية ترفض التعامل الجاد مع هذه المبادرة، وتواصل سياسة المماطلة التي تعرقل مسار عملية السلام في المنطقة، وتبقي القائد في عزلة سياسية وقانونية في تجاهل واضح لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إننا نرى في هذا التجاهل تهديدا مباشرا لمسار السلام، وعلى الحكومة التركية أن توضح رؤيتها وموقفها تجاه عملية السلام، ونرفض أن يستخدم ملف السلام كورقة تفاوض أو أن يقصى القائد الذي بادر بالحل بينما تفتح المنابر لمن يكرس الانقسام. ونحن كنساء موقفنا واضح إن بقيت الحكومة التركية على موقفها تجاه عملية السلام على هذا النحو. سنصعد من حملتنا الدولية للمطالبة بإطلاق سراح القائد والمعتقلين السياسيين، وسنرفع وتيرة النضال والمقاومة إلى أن يتحقق اللقاء بالقائد والإفراج عنه. سنخاطب المؤسسات الحقوقية والبرلمانات الأوروبية لمساءلة تركيا عن سياساتها، وسنواصل تنظيم جهود نسائية موحدة لرفض الإقصاء والمطالبة بالاعتراف السياسي الكامل بمبادرة القائد، ونحمل الحكومة التركية مسؤولية استمرار الاعتقال ومساءلتها أمام الهيئات القانونية الدولية. لسنا طرفا صامتا، بل قوى سياسية تطالب بالسلام والديمقراطية. نوجه هذا البيان إلى المجتمع الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الأمم المتحدة، إلى كل من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ونحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الجادة في دعم هذا المسار والضغط من أجل إنهاء سياسة الإقصاء والمماطلة. واستمرار اعتقال القائد عبد الله أوجلان ليس فقط انتهاكا لحقوقه الفردية، بل عرقلة معتمدة لمسار السلام، وإقصاء لصوت أساسي في أي حل سياسي عادل. إننا نؤمن أن السلام لا يبنى بالعزل بل بالاعتراف والمشاركة، وإطلاق سراح القائد والمعتقلين السياسيين هي الخطوة الأولى نحو سلام حقيقي عادل وشامل. حلب 9/9/2025. لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد.